بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. اليوم بدي أقدم لكم حاجة من التراث الأردني، من جنوب المملكة الأردنية الهاشمية، اللي هي خبز الملة أو قرص النار أو العربود حسب تسميات المناطق في الأردن، وبيسمى أحيانا قرص الجمر أو قرص الملة أو قرص البدو أو قرص الراعي. وبيتم عمله في كثير من الدول ولكن باختلاف التسميات. وهذا القرص بيستوي على الرمل المحمي بالجمر. يعني في البداية بتتولع النار وبتكون العجينة متكونة، اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله، هي من دقيق القمح والملح والماء فقط، ما بتستخدم فيها الخميرة، وبتكون عجينة قاسية، يعني مش مرقة، وبتنفرد بطحين القمح. وطبعا لا تنسوا انه النار في هذا الوقت لازم تكون مولعة في مكان فوق الرمل. النار بتتولع فوق الرمل يا حبيباتي أو يا متابعيني، وبتنزاح النار، بكون الرمل حار جدا جدا زي ما انتوا شايفين، حتى الرمل لونه تغير، وبتنعمل حفرة زي ما انتوا شايفين في الرمل اللي كان عليه الجمر، علشان نحط فيه قرص الملة أو قرص الدقيق. هذا العجينة هاي الجامدة بدها تنحط على الرمل مباشرة، شايفين؟ وأنا تذوقتها تراها شهية جدا. صحيح اللي بيشوفها أول مرة يعني أنا ما كنت أتوقع أذوقها صراحة، بس هي شيء طيب جدا جدا. وهذا الكرز بينعمل في مختلف دول الوطن العربي، حد علمي بينعمل في العراق تحت تسمية معينة، وبينعمل في السعودية، وفي ناس بتسميه العربود، حسب المنطقة بتسمى. وطبعا هو لما يستوي الوجه الأول بينقلب على الوجه الثاني عشان يتحمر، وبكون جميل جدا. كيف بيستخدموه هذه الصبايا؟ ممكن تستخدموه إنهم يأكلوه مع العسل، ممكن يتاكل مع اللبن. في البادية بيكثر الألبان عندهم نتيجة تربية الخراف والماعز، وبيعطينا قرص من الخبز شهي جدا. وطبعا من أوائل الناس اللي استخدموا هذا النوع من الخبز اللي هم البدو الرحل، لأنه ما بيكون في عندهم أفران، أو ما بيكون يعني مش راح ينقلوا معهم الصاج والأشياء اللي للشوي. كانوا يستخدموا الحطب الموجود في الصحراء، الأعشاب البرية، ويعملوا عن طريقها الخبز هذا ويتناولوه في وجباتهم. لكن حاليا بيستخدم هذا القرص هذا أو قرص النار، ممكن يفتوه في مرق اللحم ويستخدموه كأكلة كاملة متكاملة. وممكن ينعمل مريس الجميد، وممكن يتاكل مع صلصة البندورة، بس تنطبخ على النار مع حبات من الفلفل عشان تترك فيها نكهة. وبينفت هذا الخبز وبيتشرب بالبندورة هاي المعصورة، وبينحط على وجهها البصل المقلي المحمر، وساعتها بتتسمى أكلة المجللة. وهاي أكلة معانية من جنوب المملكة الأردنية الهاشمية. وتابعوا صبايا وشوفوا، يعني ممكن الواحد في نفس الحفرة يعمل أكثر من رغيف ورغيفين وثلاثة وأربعة. وممكن نتناولها على شكل تكون بنكهة اللبن. يستخدم الجميد، نوع جيد جدا من الجميد الكركي لعمل هذه الأكلة، إنه بينمرس الجميد وبينغلي وبتتشرب فيه هاي بعد ما تتفتت الخبز هذا بيكون قاسي جدا وناشف، فبيتفتت بشكل ناعم بيتشرب من هاي الصوص. وهاي أكل تراث غذائي قديم في الأردن،
وفي من هاي الأنواع الخبز المخبوزة في البر في أكثر من 15 نوع، وفي بعض منها بتكون كوجبة كاملة بيدخل فيها الزعتر البري والبصل. وطبعا في مناطق مختلفة من الوطن العربي عدة تسميات. مثلا في السعودية بسموه جمرية، وهو بنفس الطريقة إنه الطحين يعجن بالماء والملح، و- وبيتاكل بنفس الطريقة. ممكن يتاكل مع السمن البلدي، وممكن يتاكل مع الدبس، وممكن يتاكل فتة مع اللحم. والكرز ما له مدة معينة للاستواء، حسب حم الجمر. بيعطيك خبزة محمرة ومكمرة بعد ما تقلبيها مرة أو مرتين في الجمر. ويعني المدة بتتراوح بين 20 ونص ساعة، 20 دقيقة ل25 نص ساعة. إذا الجمر مش حامي بده ياخد معاكي 40 دقيقة. وهاي هي محتوى الفيديو لهذا اليوم. يعني انتم متخيلين انه لأول مرة الواحد بيشوفه بفكر انه كيف بده ياكل خبز عليه رمل، لكن سبحان الله الرمل هذا كليته بتكتكت، يعني بواسطة قطعة نظيفة من القماش. بعد ما يطلعوه أول إشي بكتوش بشكل مبدئي من الغبرة الفحم والرمل. وطبعا لأنه في البداية صبايا شوفوا هنا هاي الخطوة، هاي ضروري تشوفوها، إنه في البداية وهو طري بنضاف عليه جمر النار، بنضاف عليه وبعدين بنضاف الرمل الساخن. فهذا بيغلفه وما بيخلي الرمل أبدا يدخل إلى داخل الخبزة. وهذا هي محتوى الفيديو لهذا اليوم. وشوفوا في البادية كيف بيطلوا الوعاء اللي بيطبخوا فيه على الحطب، بيطلوه في الطين علشان يسهل تنظيفه. وهاي هي الأكلة لهذا اليوم، يعني أكلة بسيطة من البادية الأردنية، اللي هو خبز العربود أو قرص الملة. بتمنى تتابعوني على قناتي روح وريحان، بقدم لكم فيها كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.